معانا النهاردة كفتة فراخ هنعملها بطريقة سهلة جدا. هنسويها في الطاسة على البوتاجاز من فوق مع بطاطس بقى مشوية في الفرن كده متبهرة بطعم في حتة تانية خالص. معانا بصلة متوسطة في الحجم، ومعايا فلفل حامي او ممكن نستبدله برومي، ومعايا قشر ليمونة. هناخد الجزء الخارجي بس عشان ما تمررش، وهناخد ربع كوباية من الكزبرة الخضراء والملح والفلفل. دي كل البهارات مع رشة صغيرة من السبع بهارات، ممكن تزودوا بهارات زي انتوا ما تحبوا طبعا. هفرم الخليط بتاعي كويس في الكبة، وبعدين هكون غسلة كوباية الا ربع من البرغل. هكون غسلاه بس يعني انا مش نقعيه، انا غسلته وصفيته كويس جدا، وهنزل بيه على طول بقى في المكونات بتاعتي، عشان مش عايزاه يبقى طري، انا عايزاه يبقى ماسك لي الكفتة كده ومتماسك معايا، فيا دوبك انا بغسله بس وبصفيه. وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي، نص كيلو من الفراخ، وهنكمل فرم كل المكونات مع بعض. هتبقى كده جاهزة معايا على ان انا اشكلها، او ممكن ادخلها التلاجة تتشمع شوية كده وبعدين ابدأ اشكل فيها. خلاص هي سهلة خالص، ممكن نعملها اي شكل نحبه، على شكل كور، على شكل صوابع، زي ما تحبوا. هي جميلة جدا وبسيطة وسهلة. خلاص هعمل لها التشكيل بقى بتاعها، وفي طاسة سخنة على النار هنزل بشوية زيت حلوين كده، واول ما الزيت يسخن هنزل بالكفتة بتاعتي، ومش هقلبها بقى على طول، انا بسيبها كده شوية وبعدين ابدأ احركها عشان خاطر ما تفكش مني ولا تبوظ. لا انا بسيبها تتشمع براحتها، وبعدين هبدأ اقلب فيها. خلاص كده انا بسويها على كل الجوانب كويس، واول ما تستوي معايا انا هرفعها من على النار، وهنزل في نفس الطاسة ببصل انا مقطعاه شرايح، وفلفل حامي او فلفل رومي زي ما نحب. وبس كده هفضل اقلب بقى في البصل بتاعي ده لحد ما يتكرمل معايا ولونه يغمق. في الوقت ده هسيبه على نار هادية واروح اعمل البطاطس بتاعتي. معايا بطاطس انا مقطعاها صوابع، واحط لها بقى فلفل وكزبرة مجففة، بجد طعم في حتة تانية، يعني حاجة كده هتاكليها تدعيلي بصراحة. ومعايا بقى روزماري، ومعايا برضو فلفل، هو مش عارفة انا طالبة معايا حراق، بس انتوا زي ما تحبوا طبعا. ومعايا بقى دي فصوص من التوم، انا كنت حافظاها في زيت زيتون، هاخد معلقة كبيرة كده منها بزيت الزيتون والثوم، واقلب بقى كل الخليط ده كويس مع بعضه. واهم حاجة بقى ان انا ابقى فردها في الصينية كده، كل بطاطساية بعيدة عن التانية عشان تتحمر معايا وتطلع معايا مظبوطة. دخلها فرن على درجة حرارة 200 220، تتحمر كويس من تحت ومن فوق تحت الشواية، هتطلع جميلة جدا. وبعدين هرجع بقى للبصل بتاعي اللي انا قلبته كتير وكرملته لحد ما بقى لونه بني وجميل كده. هنزل بالكفتة بتاعتي تاني اللي انا كنت رفعتها من على النار، وبعدين هقلب مع شوية مية عشان خاطر اطلع كل بقى البهارات والبهريز اللي تحت دي تطلع معايا، والطعم كده يدخل في قلب بعضه كله مع بعض البصل والكفتة. وخلاص هغطيها شوية ياخدوا من طعم بعض، وبعدين تبقى جاهزة معايا. طعمها جميل جدا بجد، البهارات بسيطة والطريقة جميلة جدا وسهلة ومش هتاخد منك وقت خالص، وكمان بجد طعمها كان تحفة. خلاص البطاطس بتاعتي طلعت من الفرن متحمرة وجميلة جدا، البهارات اللي انا حطاها لها جميلة، والثوم المشوي ده بقى بيديها طعم جميل قوي. كده خلاص الوصفة خلصت، وسهلة جدا زي ما انا قلت لكم، جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. ولو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وهستنى رأيكم بقى في الكومنتات تحت لما تجربوا الوصفة كده وتقولوا لي رأيكم. واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.